عزيزاتي اعزائي، ازيكم؟ لسه بنتم ما خلصش، احنا طولنا عنده انا عارف، بس هو محطه مهمه فعلا. الفايده الاكبر للعدد الاكبر من الناس. فلسفه المنفعه اللي رفع بنتم رايتها غيرت في شكل الدوله البريطانيه للابد، في طريقه تفكيرها، في نظرتها للامور. نلاقي ان فلسفه المنفعه بسبب بنتم واللي جم بعده من فلاسفه الفايده والنتيجه والمنفعه اثرت على شكل الاقتصاد. بقى لو مش ضروري الدوله تسبب اي معاناه لحد عشان تكسب فلوس مثلا ما تسببش، لو ضروري لو لازم توظف الحد، لكن لازم يكون ضروري. أثرت على السياسة طبعا، أثرت حتى على روح القانون. عند فلاسفة المنفعة العقاب كان للردع بس، مش أكتر من كده، مش للانتقام من صاحب الجرم. عند فلسفة المنفعة العقوبة العنيفة بتسبب ألم ومعاناة زيادة عن اللازم للأشخاص المعاقبين عشان ارتكبوا جرائم، وهي فلسفة أصلا هدفها تقلل المعاناة وتزود السعادة. فتلاقي لحد النهاردة في العموم كده الفرق ده موجود بين القانون البريطاني والأمريكاني. في أمريكا تركيز واهتمام القانون الأكبر بيبقى على الحقوق الفردية، حقوق الإنسان أهم حاجة في علاقة الدولة بالمواطن. بس في بريطانيا الاهتمام الأكبر هو بمصلحة الجماعة، بمصلحة الأغلبية. فتلاقي القانون الأمريكاني عقباته للمساس بالحقوق الفردية أقصى من القانون الإنجليزي، بس القانون الإنجليزي ممكن بسهولة يضحي بشوية من حقوق الفرد عشان خاطر مصلحة الجماعة، الأهم بكتير طبعا من وجهة نظر. فتلاقي برضو الأمريكان عندهم تقبل أكتر بكتير من الإنجليز لتدخل الدولة في حياتهم. ودي فروق طبعا فلسفيه ما بتتقاسش بالمسطره قوي يعني، بس اللي يدور على اثارها يلاقيها. اهم مميزات فلسفه المنفعه هو ايمانها المطلق بالمساواه، اصوات الناس متساويه. دي من الحاجات اللي انا شخصيا بشوفها من عيوب فلسفه المنفعه، ومن عيوب الديمقراطيه كمان اللي علاقتها بفلسفه الفايده الاكبر لاكبر عدد من الناس علاقه وطيده زياده عن اللزوم. انا مع وجهه النظر الافلاطونيه للديمقراطيه اللي كان بيقسم فيها افلاطون الناس لانواع: محبي المال، محبي المجد، محبي الحكمه. والنوع الثالث ده هو الوحيد عند أفلاطون اللي المفروض يشترك في العملية الديمقراطية، ويترك براها الراغبين في مصالح شخصية أو المنتفعين من الفساد أو الجهلة بالاختيارات الأحسن والأصح وهكذا. ومحبي الحكمة دول يختاروا ملك فيلسوف زاهد مش عايز حاجة لنفسه ومش عايز الحكم أصلا، لازم يتحايلوا عليه الفلاسفة ومحبي الحكمة اللي بيمارسوا الديمقراطية ويبوسوا إيده عشان يتنازل ويتولى الحكم. لكن من أهم أعمدة فلسفة المنفعة إن كل فرد يتعد بواحد ومش أبدا بأكتر من واحد. بتؤمن فلسفة المنفعة بمساواة كاملة بين الناس، اللي هو اللي بتعمله الديمقراطيات كلها دلوقتي طبعا. الفيلسوف صوته زي صوت حرامي الغسيل، وأستاذ الجامعة صوته مساوي لصوت من لا يقرأ ولا يكتب وهكذا. وهو ما يراه أنا على أنه أكبر وأكبر عيوب الديمقراطية، لكن للأسف من تأمل تاريخها كده مش باين إن في حل الموضوع ده، فلازم نعيش معاها زي ما هي على عيوبها، محاولين أن نتفادى عيوبها دي بوعي أكتر وتعليم وإعلام وثقافة أحسن. تعالوا نفكر في الكلام ده بمثال عملي عشان الصورة توضح أكتر. تخيل إن أنا دلوقتي الدولة، مفيش حكومة، أنا الحكومة، وعايز أعمل تشريع يوفر أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس باستعمال مذهب المنفعة وباستعمال الديمقراطية نفسها. وهنفترض إن أنا عنصري ضد السود، وهنفترض إن العدد الأكبر من الناس المواطنين بتوعي عنصريين ضد السود زيي، وهيبقوا سعداء جدا لو في قانون بيسمح لأي مواطن إن لو لقى واحد أسود البشرة ماشي في الشارع يروح مموته. هيبقوا سعداء اغلب الناس بالقانون ده لكن هل اللي هيسعد اغلب الناس ده صح باي شكل من الاشكال؟ طبعا لا. يبقى انا ما اقدرش عشان اسعد الناس الاكتر اني اسمح لهم وبالقانون انهم يرتكبوا جريمه في حق الناس الاقل لمجرد انهم الاغلبيه، والصدفه حكمت اننا انا الدوله وهم الاغلبيه نبقى عنصريين سواء تجاه السود او تجاه اصحاب اي عرق او اصل او ديانه. في روما القديمة كما ذكر مايكل ساندل وهو بيتكلم عن الموضوع ده، كانوا بيجيبوا المسيحيين يأكلوهم الأسود في الكولوسيوم، والرومان طبعا كانوا بيسعدوا سعادة بالغة بالحكاية دي. في من الناس اللي بيشوف بس في القصة دي الظلم الواضح جدا لأي شخص في الدنيا يستعمل ألمه ومعاناته بل وحياته نفسها لتسلية الجمهور وإسعاده. لكن في بعد تاني، لأن ناس تستمتع بالفرجة على المشهد الدموي الشرير ده بتاع ناس بتتاكل وتموت، بعد أخلاقي يخص الأثر اللي بيحصل على الناس دول لما تبقى دي طريقة استمتاعهم. الرومان كانوا بيروا المسيحيين على انهم حشرات طبعا، زي ما في كمان من كل الثقافات بعض الناس يروا حد تاني مش منهم على انه حشرة لا قيمة لحياته ولا كرامته ولا ألمه ولا تعاسته، بسبب طبعا عرقه او دينه او هكذا، بسبب اختلافهم معاه. هنتعرف دلوقتي قبل ما نمشي على فيلسوف تاني من فلسفة المنفعة، وهو صاحب الفضل الأكبر في انتشارها، جون ستيوارت ميل. جه بعد بنتم بشوية حلوين، اتولد 1806. أبوه كان تلميذ بنتم وكان عايز ابنه يكمل مشروع قيادة كتيبة فلاسفة المنفعة وراه هو وزمايله، فقرر إنه يجهزه للمهمة دي. قرر يعلمه عشان يبقى فيلسوف. علمه بنفسه، ما راحش ولا مدرسة ولا جامعة، وكان عبقري الحقيقة وقصته مبهرة جدا.
بدأ يتعلم جريجي وهو عنده 3 سنين، وبدأ يتعلم لاتيني ورياضيات معقدة وهو عنده 8 سنين. 12 سنة بدأ يدرس تاريخ وقانون. 14 سنة كان درس تماما وتمكن من نظرية الاقتصاد. لما وصل 17 سنة كان قرأ معظم الكلاسيكيات الجريجي واللاتيني. والنتيجة الطبيعية لكل ده انه هو عنده 20 سنة بس جاله انهيار عصبي، قعدوا 5 سنين في اكتئاب حاد. بس بعد 5 سنين قابل هاريت تايلور اللي حبها وبسببها حياته اتصلحت ورجع تاني يشتغل. وكان غالبا ده السبب ان جون ستيوارت ميل كان زي اسم امين كده بتاع انجلترا في ذلك الوقت فيما يتعلق بحقوق المرأة. طبعا اهتمامه الاصلي كان انه يشتغل على فلسفة المنفعة عشان يخليها ما تتعارضش مع القيم الانسانية وحقوق الافراد والاقليات وهكذا. كتب كتب مهمة لخدمة فلسفة المنفعة وكان فيهم لسه بيتبناها تماما الفايدة الأكبر لأكبر عدد من الناس، بس أصر كمان على أنه ممكن تقييم سعادات ومتع الناس لراقي ومفيد وحقير ومضر وهكذا، حتى من وجهة نظر مبنية على فلسفة المنفعة. وكان مؤمن بالحرية الفردية، هو أشهر أصحاب فكرة أن حرية الفرد تنتهي عند حرية الآخرين. كان يقول ممكن دراعك يتمرجح لحد ما يخبط في مناخيري، وده كان الحل بتاعه لحماية حقوق الأقليات من بطش الأغلبية بحجة المنفعة والفايدة، بأنه يتبنى منطق الأغلبية بس في نفس الوقت تفضل عينه على اللي براهم، فيدي كل واحد الحق في أنه يعمل اللي هو عايزه طالما ما أذاش غيره. كان منفعي بس كان ليبرالي في نفس الوقت، جون ستيوارت ميل. أعتقد كده أنكم اتحزنتوا كفاية النهاردة، فكفاية كده النهاردة. فكروا أرجوكم فيما سمعتوه ونكمل الحلقة الجاية. سلامات.